في زمن قديم جدا كانت هناك مدينة يحكمها ملك جبار لا يعترف إلا بالأصنام التي يعبدها قومه. كان الناس في تلك المدينة يعيشون في خوف ورهبة من الملك الذي يجبر الجميع على عبادة تلك الأصنام. وسط هذا الظلام كان هناك مجموعة من الشبان يمتازون بالقوة والشجاعة، لكنهم رفضوا الخضوع لعبادة الأصنام. كانوا مؤمنين بالله الواحد الحق ويتضرعون إليه في السر حتى لا يكشفهم الملك. مع مرور الأيام بدأ الناس يشكون فيهم وانتشرت أخبارهم في المدينة. عندما علم الملك بأمرهم استشاط غضبا وأمر بإحضارهم أمامه. وقف الشبان أمام الملك بكل شجاعة وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، نحن على الحق ولن نتراجع. ثار الملك وهددهم بالعقاب إن لم يتراجعوا، لكن الشبان قرروا الهروب من المدينة لحماية إيمانهم. انطلقوا في الليل تحت جنح الظلام يبحثون عن مكان آمن. بعد مسيرة طويلة وشاقة وجدوا كهفا في الجبال البعيدة. دخلوا الكهف وهم يشعرون بالأمان، وجلسوا يدعون الله أن يحميهم ويثبت قلوبهم. كانوا متعبين جدا فاستسلموا للنوم. نام الشبان في الكهف ليس لليلة واحدة أو حتى لبضعة أيام، بل ناموا لسنوات طويلة جدا. وإيمانهم الله تعالى أنامهم في الكهف لمدة 309 سنوات، وخلال هذه الفترة لم تتغير أجسادهم ولم يشعروا بمرور الزمن. كان الله يحفظهم. الشمس كانت تشرق وتميل بعيدا عن الكهف حتى لا تؤذيهم، والريح تدخل بخفة لتجدد الهواء، وكلبهم كان رابضا عند باب الكهف كحارس أمين. مرت سنوات طويلة وتغيرت المدينة التي هربوا منها. الملك الظالم مات وجاءت أجيال جديدة تؤمن بالله الواحد. في أحد الأيام استيقظ الشبان من نومهم وهم يظنون أنهم ناموا يوما أو جزءا من يوم فقط. شعروا بالجوع فأرسلوا أحدهم ليشتري طعاما من المدينة، وطلبوا منه أن يكون حذرا حتى لا يكشف أمرهم. عندما دخل الشاب المدينة لاحظ أن كل شيء قد تغير. الناس يتحدثون عن الإيمان بالله ولا وجود للأصنام. وعندما دفع الدراهم القديمة لشراء الطعام تفاجأ البائع وقال: من أين حصلت على هذه الدراهم؟ إنها من زمن بعيد. اجتمع الناس حوله وسألوه عن قصته. اضطر الشاب أن يحكي ما حدث له. اكتشف أهل المدينة أمر الشبان واعتبروهم آية من آيات الله. أهل المدينة تبعوه إلى الكهف بعد أن أدركوا القصة وشاهدوا المعجزة التي حدثت للفتية. أراد الله أن يريحهم مرة أخرى فعادوا للنوم، وهذه المرة كان نوما أبديا. بنى الناس مسجدا عند الكهف ليبقى ذكرهم خالدا عبر الزمن، وأصبحت قصتهم دليلا على قدرة الله العظيمة وحفظه لعباده المؤمنين.